معها السكان المحليون والقرى والأرياف التي يمر بها النهر. لذلك قامت مجموعة أصدقاء البيئة ومديرية بيئة ذي قار وبعض منظمات المجتمع المدني وقسم من طلبة الكليات بحملة لرفع تلك النفايات. شاركنا هذا اليوم في هذه الحملة التطوعية من أجل مدينة نظيفة وجميلة وللنهوض بواقع البيئي لهذه المحافظة. وبالحقيقة أن هذه الحملة ستستمر حسب المعلومات التي وردت إلينا من مديرية البيئة، أنها ستستمر في كل جمعة من كل أسبوع، وسنكون داعمين ومشاركين فاعلين في هذه الحملة من أجل محافظتنا لكي تظهر بمنظر حضاري ومنظر لائق. من خلال عملنا هذا بمشاركة أساتذة الجامعين وبمشاركة كافة طوائف المجتمع العراقي وخاصة مجتمع ذي قار، بأن نكون كتلة واحدة للمحافظة على البيئة بكل ما تعني الكلمة. القائمون على هذه الحملة أرادوا أن يوصلوا رسالة من خلال حملتهم هذه إلى الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين في المحافظة، إن هذه المهمة هي مسؤولية الكل، والكل يجب أن يشارك في الحفاظ على البيئة لأنها عنوان الحياة السليمة الخالية من الأمراض. اليوم بمساعدة الشباب المتطوعين واستمرارا لهذه الفعالية قمنا بحملة لتنظيف كورنيش الناصرية. لحقيقة لهذا الأمر أهمية معنوية كبيرة في نفوس شبابنا أولاد المحافظة. حقيقة هناك بذرة تنمو وتترعرع. هذا اليوم هو نشاط يختص في تنظيف شواطئ نهر الفرات في مدينة الناصرية. سيستمر هذا النشاط لأسابيع قادمة إن شاء الله. هذا جزء من واجبنا تجاه مجتمعنا وتجاه وطننا، لأننا متى ما كنا في سلام مع بيئتنا سنكون في سلام مع أنفسنا ومع مجتمعنا. مديريتنا إن شاء الله وبالتعاون مع أصدقاء البيئة ونظام المجتمع المدني سوف نقوم بحملات مثل هذه الحملة أسبوعيا وكل يوم جمعة، كأن تكون حملتنا القادمة على أحد الشوارع المهمل في محافظة ذي قار لغرض تسليط الضوء عليه أيضا. الحملة جاءت بعد أن رأى القائمون عليها أن دور بلدية الناصرية لم يكن بالمستوى المطلوب، وتعهد القائمون على الحملة باستمراريتها وإنها البذرة الأولى نحو لفت الانتباه إلى خطر تلك النفايات إن لم يتم التعامل معها بصورة صحيحة، متوقعين مشاركة أكبر عدد من المتطوعين. لقناة العراقية الثانية، سنان الخفاجي، الناصرية.